السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو الجديد. وزارة التربية والتعليم تصدر قرارات جديدة بشأن الدراسة في الفترة المقبلة من الفصل الدراسي الأول. حرصت وزارة التربية والتعليم على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، كي يتمكنوا من مواصلة عملية التعليم في المرحلة المتبقية. وفرت مصادر متنوعة من القنوات مثل قناة مدرستنا 1 و2 وبنك المعرفة ومنصات التعليم الإلكتروني للمرحلة الثانوية. وفيما يلي أهم قرارات وزارة التربية والتعليم: أولا، عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسي الأول ضمن الأيام الغياب لمن يرغب في ذلك، مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية في المدارس. ثانيا، الأطفال من رياض أطفال حتى الصف الثالث الابتدائي لن تعقد لهم امتحانات كما هو متبع بنظام التعليم الجديد. ثالثا، من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي يمكن للطلاب متابعة شرح الجزء المتبقي على القنوات التعليمية بالإضافة إلى منصات التعليم المتاحة. كما تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من الأحد 10 يناير 2021، ويشمل المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول. أما بالنسبة للصف الثالث الإعدادي يمكنهم أيضا متابعة شرح الجزء المتبقي من خلال القنوات التعليمية والبث المباشر. وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقا للخطة الزمنية المعتمدة من الوزارة، ويشمل المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول كاملا، وتكون الامتحانات على مستوى المديرية. أما بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية يمكنهم أيضا متابعة شرح الجزء المتبقي من خلال القنوات التعليمية والمنصات البث المباشر. وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني إلكترونيا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقا. وفي نهاية الفيديو نشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة ادعمنا بزر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.